السلام عليكم، كيف نتوما؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع كويزين مريم. اليوم غنحضر معكم بيتزا رولي اولا شنيك مالح، كيجي من اروع ما يكون، ساهل ماهل وخفيف، كيجي رائع. توجدوه في الكوتي ديالكم في العشيه. ادوزو تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير، راه جد سهله. بالنسبه لهذا المقادير ديالو راه جد ساهلين، وحتى الطريقه كناخذ واحد زلافه ديال دقيق الفرص مع نص زلافه ديال الدقيق الفينو او السميد الرقيق. صافي كناخذ هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده مع نص ساشي ديال خميره الحلوى من فئه 8 غرام، حنا نعملو غير 4 غرام. وهنايا خديت واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه مع معلقه صغيره ديال السكر مع معلقه صغيره مع مراشي ديال الملحه. وكنجمع العجينه ديالي بالماء اللي كيكون دافي. بالنسبه للعجينه ماشي ضروري انكم تدلكوها، فقط كتجمعوها مزيان بيديكم وكتخليوها هكا شويه مرخوفه، كتخليوها جاريه. ملي كتخليو العجينه جاريه كتعطي واحد القوام مزيون بزاف، احسن من العجينه اللي كتخليوها قاصحه. صافي كندهنوها بواحد شويه ديال زيت العود ونخليوها تخمر على جانب حتى نوجدوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه كنحتاج هنايا مطيشه اللي انا سبق لي كنسلقها هي والبصله، وكنطحنهم مزيان وكنصفيهم. صافي كنعمل الحشوه ديالي هنايا الدجاج، الصدر ديال الدجاج مع بصله مشلله. صافي بالنسبه للتوابل كنعمل ملح، ابزار، زيت، وكنزيد الحاجه اللي ضروريه غتلاحظوها في جميع الوصفات ديالي وفي جميع المملحات ديالي كنزيدها، اللي هي الزعتر. كيعجبني بزاف بزاف في المملحات. تقدروا تعملوه وتقدروا ما تعملوهش اللي ما كيعجبوش، ولكن هو مزيون بزاف، كيعطي واحد المذاق كيجي رائع. صافي كنشحروا الحشوه ديالنا مع لاصوص طوماط وصافي، ونرجعوا لهنايا العجينه. من بعد ما كتكون خمرت كنخويوها من الهواء ديالها، وصافي كنرشوا الطاوله ديالنا بالسميده الرقيقه اولا بالدقيق. صافي كنطلقوها وكنحاولوا اننا نشكلوها يعني على شكل هكا شكل مربع. وصافي كتكون العجينه رقيقه. انا لاصوص ديالنا من بعد ما كطيب هي والحشوه ديالنا ديال الدجاج نطلق مزيان العجينه وكندهنها بديك لاصوص طوماط اللي وجدت. نحاول ان نخليها تعقد. انا هنايا زربت عليها، ما خليتهاش تعقدت مزيان وتصفات من الماء ديالها. نتوما خليوها تطيب مزيان وتتوقف يعني توقف في الزويته ديالها. صافي كنعمل هنا الحشوه ديال الدجاج وكنضيف شويه ديال الزيتون مقطع طريفات صغيورين، وكنضيف الجبن ديال الموتزاريلا. قد ما عملتو الجبن بزيت قد ما كتجي مزيونه بزاف بزاف. صافي هنا من بعد ما كنكمل كنبدا نلوي الاطراف ديال العجين، كنشكل واحد الحربول، واحد فهمتوني. كنشكل واحد الحربول. صافي ديك هكا كنبقى نلف العجينه على الحشوه صافي حتى كيتشكل معايا واحد الحربول. صافي والفران هنايا نحاولوا اننا يكون سخون من قبل باش ملي نعملوا الشناك ديالنا. اما نحاولوا اننا نخمروه شويه. الا بغيتو تخمروه انا بعض المرات كنخمرو وبعض المرات مباشره راه كنطيبو. كيف قلت لكم راه كنسخر الفران واحد شويه وكناخذ واحد الخيط وكنبدا نقطع القطع ديال هادو ديال الشناك. شفتوا كيتقطعوا معايا بكل سهوله. كنحاولوا اننا نفتحوهم هكا ونستفوهم في اللاطه. طريقه باش نقطعوا بالخيط احسن بزاف من الموس، بالخصوص العجينه اللي كتكون عندنا هكا فتيه، فكيساعدنا هذا الخيط احسن. صافي هنايا من بعد ما كنكمل العجين ديالي كامل نقدر ندخلو واحد شويه في الفران غير باش يزيد يخمر معايا شويه، اولا نغطيه بواحد المنديل ونخليه يخمر شويه، ولا كنتو مزروبين فيه صافي مباشره كطيبوها. انا هنايا في الجنيبات ديالو
دهنتهم بواحد شويه ديال زيت العود، وفي الوجه ديالهم عملت لهم شويه ديال الموتزاريلا محكوكه صافي. وكندخلهم للفران كيطيبوا طياب عادي بحال اللي كنطيبوا البيتزا. المهم بالنسبه للتصوير انا كيخوني التليفون اللي كنصور به. الا شفتو في الاول راه كنصور بالتليفون جوده الكاميرا ديالو مزيانه، ولكن في التليفون الثاني هذا اللي كنصور به الفيديو شويش كيجي الجوده ديال الفيديو كتجي ناقصه. فهما الصراحه جاو مزيونين وجاو محمرين بزاف، واخا هنايا خانتني الصوره. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا هاد الشنيك راه كيف قلت لكم كيجيو ساهلين مالين ودغيا كيوجدوا، والمذاق ديالهم يا سلام صراحه يستحقون تجربه. غير يعملوهم ضروري حتى نتوما ان شاء الله غيعجبوكم. كنكون هنايا وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. تبقوا على خير ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.